صباح الفل يا ابو الصحاب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والف صحة وسعادة. شفتوا اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات في نقاط القوة والضعف بالنسبة لفريق الجيش الملكي؟ تعالوا نشوف مع بعض احنا قلنا ايه وده كان موجود ولا لا. يلا بينا. اولا في الجمهور بتاعه قوي جدا، عندهم الجبهه الشمال جامده جدا جدا جدا. اتنين لعيبه هنقول لكم عليهم ان شاء الله من اهم اللعيبه عندهم، بيفتحوا جبهه من نار. فمحمد هاني لازم ياخد باله كويس جدا جدا جدا. عندهم برضو بيعرفوا يفتحوا مساحات والسرعات، عندهم برضو بيروحوا للجون كتير، ولكن الفينش بتاعهم صعب، وده من نقط الضعف عندهم. طيب، بيلعبوا من على الإجناب، ما عندهمش تنوع في اللعب، يعني مش بيروحوا مثلا مرة في العمق، مرة من على اليمين، مرة من على الشمال، لا هو بيلعبوا من على الإجناب. وأقوى جنب بالنسبة لهم الجنب اليمين، لو وقفته الشمال، لو وقفته خلاص. نقاط الضعف عندهم الاثنين السردباكين كورتهم قليله شويه ان هم يطلعوا بالكوره، فالضغط عليهم بيولد الغلطات. ادي واحد اتنين. الاثنين السردباكين بينطوا المره دي، ولكن مش بيجيبوا الكوره. عارف انت، تقضيه واجب. لو مهاجم سريع او لعيب سريع بيلعب بيدرز كويس، هيعمل لهم مشاكل كتيره جدا جدا جدا. السرعات بالنسبه للباكات عندهم مشكله جدا، مشكله كبيره جدا، ودي بانت في الجون بتاع يانج افريكا. في نفس التوقيت زي ما قلت لحضراتكم، الفينش بتاعهم على الجون غريب. كل اللي احنا قلناه كان موجود في الماتش وهتشوفوه طول ما احنا ماشيين وهنقول لكم تاني. قلنا اولا اتنين السرد باكين ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره، ودي الكوره اللي قطعها مروان عطيه واداها لمحمد شريف حطها جنب العارضه. قلنا ونبهنا على محمد هاني وقلنا له خلي بالك يا هاني، الباك الشمال او الناحيه الشمال عندهم رهيبه جدا جدا، وفعلا كل الهجمات كانت من ناحيه الشمال، والجون جه من ناحيه الشمال من التسديده برضو اللي كانت ناحيه محمد هاني، اللي هي ضربة الجزاء المشكوك طبعا في أمرها 100% إن هي مش ضربة جزاء، لأن الإيد ما كبرتش وضعية اللاعب، بل بالعكس اللاعب يعني إيده كانت ورا ظهره، وضربة جزاء كانت من وحي الخيال. ما اختلفناش في الموضوع ده. واللي احنا قلناه برضو يسرب عمله في الشوط التاني وبالاخص في الهدف، وقلنا الاتنين السردباكين بتوعهم بطاء في الحركه. اشرف بن شرقي كان ساحب معاه واحد، ودخل محمد برمضان مكان اليو ديانج عشان يعمل نفس المهام بتاعت اليو ديانج ولكن اسرع، فعمل عرضيه حلوه جدا 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 شبه جون يانج افريكان بالظبط. دخل تريزيجيه حطها براسه، ولكن الفرق ان مهاجم يانج افريكان او جناح يانج افريكان دخل لجوه وشاط. في نفس التوقيت كان عندنا النهارده السرد باكين كانوا مميزين جدا جدا، سواء ياسر ابراهيم سواء برضو كان مميز ياسين مرعي، وكان بعديهم كمان كوكا. في كوره اتلعبت بالعرض لو حد خد باله، كوكا بقى سرد باك تالت ودخل تريزيجيه غطى، وده شغل مدرب. وده شغل مدرب، تريزيجيه بقى باك شمال، فده شغل مدرب موجود على ارض الواقع. مصطفى شوبير النهارده كان متألق جدا جدا جدا. في نفس التوقيت اللي احنا قلناه الحمد لله والشكر لله حصل على ارض الواقع. مبروك للنادي الاهلي، واتمنى الاتحاد الافريقي يتحرك، ولكن اعتقد بدون فائده. طبعا الباشمهندس هنا بوريده مش معانا اصلا، مش مصري الراجل، اصلا جاي ياخد اتحاد الكوره عشان منصبه جوه الاتحاد الافريقي، فاحنا لا نعني له شيء ولا مصر تعني له اي شيء ولا هو يعنينا اصلا اي شيء. فاحنا بلا اتحاد كوره موجود يدافع عن حقوق الانديه خالص. وانا بقول لك اهو، انت اهو وقريب جدا فوزي لقجع اكيد هيقف جنب الجيش الملكي عشان ما يتخصملوش نقط، لان الماده 108 بتقول وجود الات حاده او وجود ازايز ميه او الكلام ده كله شغب موجود، ده بيتحسب النقط للفريق، او بيتلغي الماتش ويتحسب النقط للفريق التاني. ده مش موجود، الجماهير مش هتخش وهيتحسب لهم غرامه فقط لا غير. الحمد لله تاني والشكر لله، نقاط القوة ونقاط الضعف اللي احنا قلنا عليها كانت موجودة امبارح في المباراة. ونسينا حاجة مهمة، كانت نقاط القوة عندهم وقلناها أول حاجة خالص هو الجمهور. وكالعادة ما تنساناش في الفولو الجميل بتاعك، وخش تشترك عندنا في استوديو حاتم. وفي آخر الكلام كالعادة بنقول سلام.